يصلى عندك انتم سعود؟ ليش انتم قاعدين؟ تعالوا ادخلوا داخل. طيب خلوني واقف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا احنا هدفنا من مجيئنا إلى حلقات المسجد هدف واحد، ما هو؟ حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. ولماذا نريد أن نحفظ كتاب الله؟ من أجل أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنا، من أجل أن يعني نفهم وندرك منهجنا الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لنا. فأنت يا سعود ركز معي، أنت يا من أكرمك الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن، أنت في فضل وخير عظيم. ماذا قال الله في سورة الحشر؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وإحنا البشر من أقوى، إحنا ولا الجبال؟ الجبال صح. الله يقول لو أنزل القرآن على الجبل لتصدع وتشقق. وإحنا الله سبحانه وتعالى يا جريد ركز معي، الكل أنا اشتي يركز. وإحنا أكرمنا الله سبحانه وتعالى وسهل علينا تلاوة كتابه، نحفظ القرآن ونقرأه بدون أن نتصدع وبدون أن نتشقق. القرآن هو شفاء صح؟ فالقرآن عندما تقرأ فيه شفاء بنص الآيات. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن شفاء. القرآن معنا بكل حرف كم؟ 10 حسنات إلى 700 حسنة، لأن الله يضاعف لمن يشاء. الآن الصفحة الواحدة من كتاب الله سبحانه وتعالى كم عدد حروفها تقريبا؟ الله أعلم. تقريبا تمام. الحرف ب10 أحسنت. لكن الصفحة الآن لو فتحنا المصحف في معنا صفحة صح؟ صفحة يمين. كم عدد الصفحة الواحدة اللي فيها؟ عدد الحروف. عدد الحروف 600 حرف تقريبا، يعني نقول 550 وبعضها 600 وبعضها 610، لكن نقول المتوسط 600 صح يا علي؟ كم عددها؟ كم يا سعود؟ كم عدد حروف الصفحة الواحدة؟ 10 600 قلنا 600. فإذا قرأت الصفحة الواحدة ركزوا معنا اشتيكم تجاوبوا في هذا النقطة. احنا قلنا الحسنة بكم؟ ب10 حسنات. الصفحة كم فيها حروف؟ 600. يعني إذا قرأت الصفحة الواحدة كم معي حسنات؟ أيوه 6000. أحسنت يا ثامر. صفقوا ثامر صفقوا. بارك الله. 6000 حسنة في الصفحة الواحدة. كم قلنا؟ 600 حرف. لكن إذا قرأتها كم معنا حسنة؟ 6000. طيب لو قرأتها مرتين كم؟ 12000. طيب لو قرأتها 3 مرات؟ 18000. لو قرأتها أربع مرات يعني تخيلوا معي الآن. أنا أشتيكم لماذا قلت هذا الكلام؟ علشان تتخيلوا معي الآن. صفحة واحدة لو قرأتها 4 مرات كم معي؟ 24,000 حسنة. الآن الواحد لو ما يحفظ الصفحة يقرأ بسم الله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك الذي، يكررها مرتين و3 و4 و10 و20 من أجل أنه يحفظها. لو الواحد بيستشعر الأجر في تلاوته كم سيكون معه حسنة لا يعلمها إلا الله. تمام؟ فأنا أتمنى لو ما نكون نقرأ القرآن ونراجع. الآن الحفظ يحتاج مراجعة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه قال تعاهدوا القرآن. أنتم مركزوا معي صح؟ مركزين معي. تعاهدوا القرآن. ما معنى تعاهدوا؟ يعني دائما كن راجع. قال تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. يعني الإبل الناقة لو ما قيدتها بالعقل حقها، العقال طبعا العقل حقها بمعنى الحبل، إذا ما قيدتها مش بالعقال، إذا ما قيدت الناقة تفر صح؟ القرآن إذا ما ثبته بالتكرار وكررت مرة ومرتين وثلاث تنساه. بعضكم يمكن لو أسأله حق قبل شهر كأنه ما حافظ لها. ليه؟ لأنه ما راجعها. تمام يا هذا تركيا ومصر. تمام؟ إذا ما راجعتها وما ثبتها تنساها تماما. فالقرآن يحتاج مننا أن احنا نراجع ونراجع ونراجع. ولو تذكروا أنا جبت لكم قاعدة في يوم، تذكروا ما هي القاعدة؟ ما هي؟ من يذكرها؟ ها؟ من يذكرها من؟ الذي يجيب القاعدة احنا نعطيه واحد، مش القفص كامل، واحد بس. يعني عز الدين ها؟ يعني قربت، يحتاج نص واحدة أعطيها. ما قلت لكم تذكرون أنا اجتمعت بكم؟ لا عند الشمس.
أنا قلت لكم قاعدة ركزوا معي على مد مرة ثانية يمكن أسألكم عن هذه القاعدة. أنا قلت لكم كلما كررت أكثر كلما كان حفظك أمتن. تذكروا هذه القاعدة الذي حضروا معنا الأيام الأولى؟ كلما كررت أكثر كلما كان حفظك أمتن. يعني كيف؟ يعني الآن الصفحة لو أنا قرأتها 10 مرات ومعنا مثلا اسمك أنت ومحمد قرأها 20 مرة، من سيكون حفظه أقوى؟ محمد. طيب لو عبد الرحمن قرأها 30 مرة؟ عبد الرحمن. لو عمر قرأها 40 مرة؟ عمر. لو حسين قرأها 50 مرة؟ لو عمر الثاني عمر قرأها 100 مرة، من سيكون حفظه أقوى؟ إذا كلما كررت أكثر كلما كان حفظك أمتن. ولذلك الشناقطة يمكن تعرفوا الشنقيطي، الشيخ الشنقيطي، هؤلاء حفظهم قوي. ليش؟ لأنهم يكرروا مرات ومرات ما يمل يقرأ، لأنه يستشعر أن مع حسنات فلا يمل التكرار. فأنا أتمنى منكم هذه الأمور. بعض الوصايا أذكركم بها. أولا عندما نراجع ونتلو القرآن نستشعر الأجر. الشيء الثاني التكرار، كلما كررت أكثر كلما كان حفظك أمتن. الشيء الثالث أنتم الآن طلاب حلقات قرآن. عبد الله أنتم الآن طلاب حلقات قرآن صح؟ تمام يا لافي؟ حلقات قرآن، والحلقات القرآن هذه في أي مكان؟ في المسجد صح؟ في بيت الله. لذلك لابد أن تكون أخلاقنا عالية، نحافظ على الصلوات، نكون قدوة أمام الناس الموجودين، قدوة في طاعتنا لآبائنا وأمهاتنا وبرنا، لأننا نريد حسنات. احنا الآن نريد أجور ونبحث عن مواطن الأجر، لأن الله قال لنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فننتبه لهذه الأمور. الأمر الأخير يا أحبابي مسألة أنه احرصوا أن يكون حفظكم حفظ متقن من البداية. الآن لو نبي نبني بيت أو مسجد ناصر، لو نبي نبني مسجد، لو كان الأساس قوي ممكن تبني فوقه دور دورين ثلاثة أربعة صح؟ لكن لو كان الأساس ضعيف ممكن الدور الثاني ينهد صح؟ فالآن حفظنا الذي يحفظ جزء عام حفظ متقن سيكون مثل الذي أسس أساس قوي، الباقي سيكون عليه السهل، يبني جزئين كأنه بيبني الدور الأول والثاني والثالث. لكن الذي حفظه مهزوز حفظه ضعيف هذا ما يعتبر حافظ. ولذلك أنا نصيحتي لكم من البداية احرصوا على أن يكون حفظكم حفظ قوي بأحكام التجويد. بأحكام التجويد، قل أعوذ برب الناس لابد تأتي بالغنة، هذا ملك الناس، قل هو الله أحد القلقلة، تبت يدا أبي لهب وتب. تعودوا من البداية أن أنتم تقرأوا القرآن كما أنزله الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يجزيكم كل خير ويكتب أجركم، وإن شاء الله نرى منكم بإذن الله المشايخ الكبار. إن شاء الله بعضكم إن شاء الله يؤمنا في المسجد الكبير، وبعضكم يسهل الله ويؤمنا إن شاء الله في المسجد الحرام، وبعضكم يمكن يكون يفتح الله على يديكم المسجد الأقصى ويصلي بنا في المسجد الأقصى ما حد يعرف. سبحان الله، فعلا لكل مجتهد نصيب. يمكن واحد منكم يضع له هذا الهدف وفعلا يكون سبب. الله يوفقكم. خلاص هذا ما عندنا. شيخ منصور ما ذكرت المسجد صالح سليمان وبعض لا عيش له مسجد يا شيخ. جزاكم الله خير. الآن عبد الرحمن